أسوأ شعور في الدنيا إن آخر كلمة بينك وبين حد كانت خناقة، والأسوأ منه إنك تكتشف إن مفيش فرصة تانية. إحنا بنأجل الصلح، بنقول بكرة أبقى أكلمه لما يهدى، هو اللي يعتذر الأول. لكن الحقيقة إحنا مش ضامنين بكرة. رمضان بيذكرك إن العمر قصير، وإن القلوب أولى بالتصليح من أي حاجة تانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يعني حتى لو انت متضايق، المبادرة فضيلة. وفي القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال: والصلح خير. جملة قصيرة لكن قاعدة حياة كاملة. اكتر جملة بتوجع الناس بعد الفقد: يا ريت كنت كلمته، يا ريت كنت سامحته، يا ريت ما نمتش زعلان. الخلافات الصغيرة بتكبر بس عشان احنا سايبينها. والتحدي الخامس: خلال 48 ساعة لو في حد بينك وبينه زعل، ابعت له رسالة بسيطة، او حتى كلمة السلام عليكم، او دعاء ليه من قلبك. مش لازم تناقش المشكلة دلوقتي، بس اكسر الحاجز. ما تنامش وانت شايل، يمكن تقوم شايل ندم. الصلح مش ضعف، الصلح شجاعة قبل ما يكون متأخر.